I yelled out for her. And a couple more pops. Avenue Road. Can you spell the street name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. أغلبنا بهي الحياة تعرض لطفولة قاسية من ضرب وحرمان وقسوة، بس لما نكبر بالعمر ونتزوج ويصير عنا أولاد بننسى كل هي الأمور ومنركز بس على أولادنا، وبنحاول إنه نجيب لهم ونوفر لهم كل شي بيحلموا فيه من دراسة وهواتف ومصروف، وما نبخل عليهم بأي شيء لأنه ما بدنا نعيشهم نفس العيشة اللي عشناها نحن من قبل. بس يا ترى لو قدمت لابنك كل شي بتقدر عليه، معقول يجي يوم من الأيام ويحقد عليك؟ وكيف هذا الحقد ممكن يوصل لمرحلة جنونية، مرحلة مستحيل يتخيلها أو يتحملها عقل بشري. لهيك قبل ما نبدأ طقوا لي زر اللايك تحت وفعلوا زر الجرس وروحوا جيبوا كوباية الشاي أو النسكافيه، وخلونا نبدأ بقصة رح تصدمكم بشكل لا يوصف. بمساء اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني بكندا بعام 2010، وتحديدا بمدينة تورنتو بمقاطعة أونتاريو، اتصلت بنت شابة اسمها جينيفر بان برقم الطوارئ وهي مربوطة من إيديها وعم تطلب المساعدة من الشرطة، وقالت لهم إنه في عصابة اقتحموا بيتنا مشان يسرقوه وقتلت أبي وأمي. فشو هي القصة ورا هذا الاتصال؟ جينيفر بان انولدت بعام 1986 لأب فيتنامي هاجر على كندا كلاجئ سياسي بعام 1979 واسمه هان بان، وزوجته فيتنامية اسمها بيكي وهي لاجئة كمان. وكان عند جينيفر أخ أصغر منها ب3 سنين واسمه فيليكس. وحياة هاي العائلة ما كانت سهلة أبدا، بالبداية اشتغلوا شغل صعب كتير لحتى يأمنوا مستقبل هاي العائلة الصغيرة، وبلشت الحياة تضحك لهم بالتدريج، خصيصا بعد ما لاقوا شغل بمصنع السيارات وبلشت أمورهم المادية تتحسن. فاشتروا بعام 2004 بيت جديد وصار عندهم سيارة فخمة ورصيد محترم بالبنك. ولأنه الزوجان عانوا من الحرمان والفقر بطفولتهم وما كملوا دراستهم، لهيك حبوا انه يعوضوا هذا الشيء باولادهم، فراحوا وفروا لهم افضل الظروف بس لحتى ينجحوا بدراستهم، وحطوا اهداف كبيره بس مشان يحققوها لاولادهم. فبالنسبه لجينيفر مثلا بعتوها اهلها على معهد لتعليم البيانو من لما كان عمرها 4 سنين، وسجلوها بنادي تزلج على الجليد، وكانت شاطره بهي اللعبه، وكان عندها حلم انه تصير نجمه اولمبيه، بس انصابت بعديها بتمزق برباط الركبه منعها من انه تكمل هالشيء. أما على مستوى الدراسة فكانت جينيفر متفوقة بالابتدائية وأخذت علامات كاملة بجميع المواد، وكان كل شيء حلو ومثالي بحياة جينيفر. وهلا رح تسألني عزيزي المشاهد، طيب وين المشكلة بكل هذا الشيء؟ رح أقول لك المشكلة وين؟ المشكلة بالتوقعات الكبيرة اللي أهلها لجينيفر حطوها فيها، لأنه كان بدهم من بنتهم أنه تكون متفوقة وشاطرة بكل شيء، طالبة مجتهدة وموسيقية ورياضية، وكان جدول حياتها مليان بالنشاطات. الصبح بتطلع على المدرسة، بعديها على المعهد، وبعدين بتروح على نادي التزلج. يعني تخيل كانت ترجع على البيت الساعة 12 بالليل، وبعديها بتكون تعبانة كتير، ومع ذلك لازم تكتب وظائفها المدرسية، وما كان يومها يخلص إلا للساعة 12 بالليل، وتروح بعديها على السرير وتنام. وكان في ضغط كبير عليها وعلى أخوها الصغير. وهون كانت المشكلة، إنه أبوها وأمها ما كانوا يقبلوا أي أعذار أو مبررات أو تقصير منها، حتى لو كان هذا التقصير صغير، والفشل بحياتهم ممنوع حتى لو كان بسيط. المهم بعد ما خلصت جينيفر دراستها الابتدائية راحت وانتقلت لتكمل دراستها الثانوية بثانوية الام تيريزا الكاثوليكية المرموقة، وهنيك حياتها تغيرت تغير كلي، وبلشت تتهرب من القيود يلي حطوها أبوها وأمها عليها بالتدريج. فصارت أكثر ميول للحياة الاجتماعية، تتعرف على الأصدقاء وتروح تحضر الحفلات، بس هي الأمور كلها كانت ممنوعة بالنسبة لأبوها وأمها، لأنه كان بدهم من بنتهم أنه تركز على دراستها وبس. وطبعا بلش مستواها الدراسي ينحدر شوي شوي، وكان أبوها وأمها متوقعين أنه مثل كل سنة تحقق المرتبة الأولى بالدراسة يعني، بس هذا الشيء ما صار، وطالبة تانية أخذت اللقب. وهالشيء سبب صدمة كبيرة لجينيفر، وبلش كل شيء يتغير من سيء لأسوأ. ومشان تتهرب من الفشل بلشت تكذب على أبوها وأمها بكل شيء عم تعمله، بس مشان ما تخلي خيبة الأمل ترسم على وشهم. ومع كل فشل جديد كانت تلاقي كذبة جديدة، وهي الأكاذيب كلها تكبر يوم بعد يوم. يعني تخيلوا وصلت لدرجة أنها زورت شهادتها المدرسية وكانت تعطي حالها علامات كاملة بكل المواد. شو هالذكاء هاد؟ يعني قصدي شو هذا الخبث اللي عندها؟ يعني أوكي الواحد
الواحد بيزور مرة مرتين بس مو لهالدرجة، يعني كيف رح تكون النتيجة بالأخير؟ فتحولت جينيفر من بنت طفولية لبنت شاطرة بالكذب، لأنه أبوها وأمها كانوا ضاغطين عليها كتير. ممنوع تحكي مع أولاد، ممنوع تروحي على حفلات، ممنوع تسافري بدوننا، ممنوع تزوري رفيقتك، ممنوع تروحي على الديسكو. وجينيفر ما عاد تتحمل كل هالأشياء. وما ننسى أنه عم نحكي هون عن دولة متحضرة مثل كندا، يعني هدول الأشياء كلها عادية بالنسبة للبنات. بس أبوها وأمها كانوا يخافوا عليها كتير، وإنه هي العلاقات الاجتماعية رح تأثر على دراستها. وبيوم من الأيام وجينيفر كانت وهي بالمدرسة تعرضت لنوبة ربو قوية، فإجا شاب اسمه دانيال وونغ وساعدها. ومثل ما بصير مع أغلب البنات المراهقات، وقعت جينيفر بحب دانيال. وما رح تتوقعوا مين هذا دانيال. هذا دانيال هو شاب متهور واتهم سابقا بتجارة المخدرات، وكانت سمعته سيئة جدا. بس جينيفر ضلت تحكي عنه كتير لرفقاتها وتقول انه هذا دانيال هو كل شيء بالنسبة إلي، هو يلي انقذ حياتي. ومثل ما كان ابوها وامها لجينيفر ما بيعرفوا بموضوع العلامات المزورة، كمان ما كانوا بيعرفوا بعلاقتها مع دانيال. وهي كذبة تانية انضافت كمان لكل الاكاذيب الخاصة بجينيفر. وهلا جهزوا لي حالكم لتسمعوا السر الثالث يلي رح يصدمكم. جينيفر رسبت بالثانوية العامة وما قدرت تنجح وتروح على الجامعة، وهالشي محزن للأسف. بس ما في مشكلة، منجهز كذبة ثالثة ولا شو رأيكم؟ يعني عادي وقفت على هي. فراحت لعند أهلها وقالت لهم إنه أنا نجحت ورايحة على الجامعة مشان تدرس هنيك سنتين وتنتقل بعديها على جامعة تورنتو لحتى تدرس الصيدلة. وما راح تصدقوا قديش كانت فرحة أبوها كبيرة، وهو ما عرفان إنه صار مثل الأطرش بالزفة. وبهي المناسبة السعيدة راح أبوها وجاب لها كمبيوتر محمول وهداها إياه. وهلا راح تسألوني إنه كيف قدرت تخبي هذا الشيء عنهم؟ بسيطة، بدل ما تروح على الجامعة كانت تروح تقضيها بالشوارع، وبس تتعب تروح على المكتبة العامة وتستراح هنيك. وكانت تقرأ كتب إلها علاقة بالتخصص الجامعي المزعوم تبعها، مشان إذا سألها أبوها سؤال تعرف تجاوب عليه. وبعد سنتين اجت لعند أبوها وقالت له إنه أنا خلصت المعهد وتخرجت وانقبلت بجامعة تورنتو قسم الصيدلة. وراحوا من كتر ما هن فرحانين فيها وسمحوا لها إنه تعيش 3 أيام مع رفيقتها ليندا. بس مين هي ليندا؟ تماما هي كذبة جديدة بس مشان تروح لعند حبيبها دانيال وتقضي معه كل هذا الوقت. واقنعتهم بعدين انه رح تعيش مع رفيقتها طول الوقت، وكانت عايشة حياة مزدوجة وقدرت انها تخدع الكل. بس في مثل بيقول فينك تخدع الناس لبعض الوقت وفينك تخدعهم طول الوقت، بس ما فينك تخدع كل الناس كل الوقت. وما وقفت الشغلة هون، راحت وزورت شهادتها الجامعية وصارت تقول بينها وبين حالها انه انا اذا وقفت عن الكذب رح اخسر كل هاي الشغلات الحلوة اللي انا عايشة فيها. وبعديها طلعت بكذبة جديدة انه تم قبولها كمتطوعة بمستشفى خيري اسمه سيك كيدز، وطلبت منهم انه تبقى مدة اطول مع صديقتها الخيالية، لانه العمل الخيالي الجديد بده مناوبات ليلية وورديات بعطلة نهاية الاسبوع. بس مع مرور الوقت هون الاب والام حسوا على شيء غريب عم يصير، وخلى الشك يدخل لجواتهم، لانه جينيفر ما كان عندها بطاقة لتدخل المستشفى ولا زي موحد. وكانت الام هي اول ما لاحظ هذا الشيء بعد ما طلبت من بنتها انه تاخذها على مكان عملها الجديد. بس جينيفر رفضت رفض قاطع، وهذا الشيء خلى الشكوك تزيد عند الام بكي. فقررت انه تراقب بنتها وتمشي وراها بدون ما تحس. وبالفعل جينيفر راحت على المقهى، فالام راحت فورا على المستشفى لتسأل عن بنتها، فقالوا لها انه ما في حدا عندهم باسم بنتها. وهون كانت الصدمة. رجعت الام على البيت وكانت مصدومة جدا من الشيء اللي صار. قعدت مع الاب وخبرته كل شيء واستنوا بنتهم لحتى تيجي لعندهم. وبعد ما واجهوها ما قدرت تنكر ابدا، وقالت انه انا ما تخرجت من الثانوية ولا درست بالمعهد ولا تخرجت من الجامعة، وما كانت قاعدة مع رفيقتها، وانه هي على علاقة مع شاب اسمه دانيال. والاب والام كانوا مصدومين جدا ومو عرفانين شو بدهم يقولوا او شو بدهم يحكوا او يردوا. كيف بنتهم قدرت تخدعهم كل هي السنين كلياتها؟ وقالوا لها انه انت جبتي لنا العار واكثر من هيك كمان. عاقبوها واخذوا لها الجوال منها ومنعوها من الطلعات والفوتات ومن كتير شغلات، واهمها انه ما عاد تحكي مع هذا دانيال. ولانه كانت تحبه بشكل مجنون ما قدرت جينيفر تسمع كلام ابوها وامها، وصارت تحكي معه بالليل بالسرقه بدون ما حدا يحس عليها. ودانيال كمان ما كانت تعجبه هي القيود المفروضه على جينيفر انه لازم يشوفها، وهالشي خلى دانيال يعمل علاقات مع بنات ثانيه، وجينيفر ما عاد تقدر تستحمل اكثر من هيك. ففكرت انه يا بتترك البيت او بتعمل الشيء الصعب يلي عم تفكر فيه. ويا ريتها تركت البيت ولا فكرت بالشيء اللي بدها تعمله لحتى تتخلص من أهلها وتعيش بكامل حريتها وتضل تطلع مع حبيبها من دون ما حدا يكشفها. قررت انه تستأجر قتلة محترفين لحتى يقتلوا ابوها وامها، وهيك بتضرب عصفورين بحجر واحد. بتاخد حريتها وبتحصل على 500,000 دولار كورثة من ابوها وامها. ولما حكت الفكرة لدانيال عجبته كتير ووافق فورا. وبما انه هو عنده خلفية اجرامية اعطاها رقم صديق قديم له اسمه كوارفورد. وجينيفر حكته وقالت له انه بدي استأجر قاتل محترف، فوافق وطلب منها
$10,000. وبصباح يوم الاثنين 8 نوفمبر بعام 2020 بعت لك وارفورد رسالة وقال لها اليوم بعد ما خلص شغل. وبنفس اليوم المساء كانت جينيفر قاعدة بغرفتها فوق وعم تتفرج على التلفزيون، وأبوها المسكين نايم بغرفته تحت، وأمها بيكي كانت متسطحة على الصوفة بالطابق الأرضي وما كانت عرفانة إنه هذا اليوم رح يكون آخر يوم بحياتها، وإنه السبب بموتها رح يكون بنتها المجتهدة يلي ضلت 9 شهور ببطنها. أما أخوها الصغير فيليكس الحمد لله ما كان بالبيت وكان عم يدرس الهندسة بمدينة هاملتون. والساعة 9:30 بالليل نزلت جينيفر على الصالة بحجة توديع أمها قبل ما تنام، واجت فتحت الباب ورجعت على غرفتها، وبعد نص ساعة شغلت ضوء الغرفة تبعها لمدة ثانية وطفته لتكون هي إشارة البدء بالعملية يلي اتفقوا عليها. والعصابة كانت مكونة من 3 أفراد، وارفورد وديفيد وكارتي، وهن عصابة لقتل البشر. شافوا الإشارة واقتحموا البيت وأجبروا هان وبيكي تحت تهديد السلاح على انهم ينزلوا على الابو. وتظاهر واحد من الافراد على انه عم يهدد جينيفر واخذها على الغرفه الثانيه مشان يجمع شويه مصاري ويربط ايديها بالسلم تبع الدرج. صارت الام تبكي وتتوسل انه ما يأذوا بنتها الوحيده، ورغم كل شيء صار فكرت ببنتها اول شيء وقالت لهم مشان الله لا تأذوها، اتركوها واقتلوني انا. وبالفعل اطلقوا النار على الاب عده مرات وانصاب بكتفه وصدره، والام انصابت بطلقه بالراس وماتت بعديها مباشره. وبعد ما خلصوا طلعوا من البيت وهربوا، وهون اجى دور جينيفر. اتصلت بالشرطه وبالاسعاف وقالت لهم انه بدي مساعده، وبعد ما وصلوا شافوا انه الام ماتت والاب لسه عنده رمق صغير، وتم نقله للمستشفى مباشره. وقالت للشرطه انه في لصوص اقتحموا البيت مشان يسرقوهم وانه ربطوها واطلقوا النار على ابوها وامها. بس كان في اسئله كثير محيره للشرطه، انه كيف قدروا الحراميه يدخلوا على البيت بدون ما يكسروا باب او شباك، وليش قتلوا الاب والام اذا كان قصدهم السرقه. ومع كل هي التساؤلات بلشت الشبهات تحوم على جينيفر، وتم اخضاعها للمراقبه على مدار الساعه. والشيء الصادم يا جماعه انه الحمد لله الاب ما مات ولساته عايش، وبعد ما فاق من الغيبوبه تبعه كان متذكر كل شيء صار بهديك الليله، وقال للشرطه انه اعضاء العصابه ما قيدوا بنته وكانوا عم يحكوا معاها بهدوء وكانه بيعرفوها. فاجت الشرطه واستدعت جينيفر مره ثانيه واستعملوا معاها حيله وقالوا لها انه افراد العصابه اعترفوا عليك وانه عندهم جهاز لكشف الكذب، فالافضل انه انت تقولي الحقيقه لانه الادله كلياتها ضدك. وهلا بدي اياكم تسالوا حالكم سؤال، هل هي ممكن تعترف بالحقيقه وتحكي كل شيء؟ طبعا لا، لانه هذا الشيء مو من شيم جينيفر ولازم تكذب. طيب شو عملت لكان؟ راحت والفت قصه جديده وقالت انه انا كنت بدي انتحر وجبت هدول القتله مشان يقتلوني وصار هذا الشيء بالغلط وراحوا قتلوا امي وابي. شو هالقصه الهنديه يلي مستحيل اي حدا فينا يصدقها. وبما انه مستحيل حدا يصدقها راحت الشرطه والقت القبض على جينيفر واستدعوا دانييل يلي بعد ما اخذوه راح وحكى قصه ثانيه تماما، لانه قال انه جينيفر كانت بدها تتخلص من رقابه ابوها وامها وما ذكر ابدا انه كانت بدها تنتحر. وهيك انكشفت حقيقه جينيفر وتم القاء القبض عليها وعلى افراد العصابه كلياتهم وانحكم عليهم بالسجن مدى الحياه. وابوها واخوها فيليكس طلبوا من القاضي انه ما يسمحوا لجينيفر بانه تزورهم او تتواصل معاهم، والاب قال انه انتم مفكرين انه انا محظوظ اني عشت، انا عايش من برا بس من جوا ميت. وبعد هي الحادثه ما قدر هان انه يضل بالبيت وانتقل ليعيش بقيه عمره مع اقاربه، وخصيصا بعد إصابته ما عاد يقدر يشتغل وصار يعاني من الأرق والكوابيس. أما فيليكس عانى من الاكتئاب وانتقل ليعيش بمدينة تانية ليهرب من ماضي مليان كذب وعار. وأنا بصراحة ما زعلت غير على الأم، قديشها مسكينة، يا ريت ما جابت بنت شيطانة مثل هي. بعد ما جابتها على الدنيا واهتمت فيها وعطتها كل شيء راحت قتلتها وجابت لها العار إلها ولعائلتها. بس برأيكم يا ترى هل جينيفر أخذت الحرية اللي كانت بدها إياها؟ ومين هو المخطئ بهي القصة؟ هل الأهل اللي ضيقوا على بنتهم وحبسوها، ولا الحق كلياته على البنت الشيطانية جينيفر؟ بتمنى انكم تشاركوني آرائكم تحت بالتعليقات وتستنوا القصص الجديدة بالقناة، وسلام.